ازيكم يا احلى متابعين؟ كل سنه وانتم طيبين. انا النهارده هعمل التمر هندي الاسواني على اصله. انا معايا كوز فاضي ومعايا التمر هندي الكور، بنقعه كده في الكوز زي ما انتم شايفين وبنزل عليه بالميه. بس انا مش بملى الكوز كله، انا بملى بس يا دوبك ربع الكوز. ليه؟ عشان هو لسه هيخرج معانا زي ما هتشوفوا معايا كده في الفيديو. وبعد كده زي ما انتم شايفين كده، شايفين لون الكور بدأ يخرج معانا ازاي. بعد كده حبايبي انا بغطيه وبسيبه على الرخامه لمده ساعه، وكده بعد ساعة بالظبط شايفين خرج قد ايه، شايفين اللون بتاعه اسمر ازاي. بعد كده انا معايا كوز فاضي زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا مصفى. بعد كده بنزل بالتمر هندي المنقوع، شايفين لونه تقيل ازاي. وبعد كده بصفيه كويس قوي عشان بيبقى فيه رواسب زي ما انتوا شايفين كده في المصفى. بعد كده حبايبي انا بزوده بشوية مية عشان هو بيبقى تقيل قوي، وبعدين بيبقى لونه خفيف يعني عشان ميبقاش مزز جامد واحنا بنشربه. وعلى فكرة الكورتين اللي كانوا معانا احنا ممكن نضيف عليهم مية تاني والتمر هندي هيخرج معانا تاني. بعد كده حبايبي بقى انا هضيف السكر على حسب الرغبة، بس لما هو بيكون مسكر بيكون طعمه احلى، بيبقى عليه تسكيرة بمزازة كده. بس كده ونبدأ بقى نقلب. شايفين شكله لونه حلو ازاي. نفضل بقى نقلب لحد ما يدينا التسكيره اللي احنا عايزينها. بعد كده نفضيها في الكوبايات. شايفين لونه طلع حلو ازاي والطعم حكايه، وهو ده اللون اللي مطلوب. طبعا في نهايه الفيديو ما تنسيش دعميني باللايك وبألف هنا.